شفتي أسنانك تطيح في المنام. قلبك نغزك وحسيتي بالخوف. لحظة، قبل ما تصدقين أي كلام وتتشائمين، تدرين إن هالحلم يمكن يكون رسالة نفسية مهمة أكثر مما تتصورين. كملي معايا وشوفي. حياك الله معانا في قناتك رسائل المنام. هنا نفكك رموز أحلامك ونفهم الرسائل الخفية وراها وندعمك نفسياً وروحياً. اليوم بنسولف عن واحد من أكثر الأحلام اللي تقلق وتحير الكثيرات، وهو تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام. بنشوف علاماته النفسية والروحية. شنو معناه؟ هل فعلاً شيء شين؟ خلينا نكتشف سوا. وإذا أنت جديدة على القناة، لا تنسين تضغطين اشتراك سبسكرايب وتفعلين الجرس عشان ما يفوتك جديدنا. يا الغالية، أدري إن حلم طيحة الأسنان ممكن يكون وايد مقلق ويخلي الواحدة تحاتي وتفكر. سمعنا كثير كلام وتفاسير مختلفة حول هذا الحلم بالذات، وكثير منها للأسف يخوف. لكن عالم الأحلام أعمق من مجرد تفسير سطحي واحد. تعالي نغوص شوي ونشوف الجوانب النفسية والروحية وراء هذا الحلم المحير. طبعاً كلنا سمعنا أو قرينا إن طيحة الأسنان بالمنام تدل على فقدان عزيز أو مشاكل صحية لأهل البيت أو حتى قصر العمر. وهذه تفاسير موجودة عند بعض المفسرين القدامى مثل ابن سيرين وغيره، والله أعلم. وهالشيء هو اللي يسبب الخوف الأكبر من هالحلم. لكن هل هذا هو المعنى الوحيد؟ أكيد لا. الأحلام يا جماعة تتأثر بحالتنا النفسية وبظروف حياتنا وبالتفاصيل الصغيرة اللي نشوفها في الحلم نفسه. يعني مو كل حلم سقوط أسنان معناه مصيبة لا سمح الله، فلا تخافين على طول. خلينا نفكر بمنطق ثاني. الأسنان شنو تمثل في حياتنا؟ هي أداة القوة لما نأكل ونعبر، وجزء من مظهرنا وثقتنا بنفسنا الابتسامة. فلما تطيح في الحلم، هذا قد يكون انعكاس لشعور بفقدان السيطرة على أمور معينة في حياتك. يمكن تمرين بفترة ضغط نفسي أو قلق أو توتر عالي بسبب العمل أو العلاقات أو أي تحدي جديد. يمكن تخافين إنك تفقدين وجهك أمام الناس أو تفقدين القدرة على التعبير عن رأيك بقوة. سقوط الأسنان هنا رمز للضعف أو العجز أو الخوف من كلام الناس. بعض الأحيان يرتبط الحلم بالخوف من التقدم بالعمر أو التغيرات اللي تصير في الحياة. اسألي نفسك، أنا شنو قاعدة أحس فيه هالأيام؟ هل فيه شيء معين قلقني؟ ومن ناحية ثانية، الحلم قد يحمل رسائل روحية أو حتى إشارات إيجابية بعكس المفهوم الشائع. بعض التفاسير تقول إن سقوط الأسنان ممكن يدل على طول العمر. أي نعم، لأنك تعيشين أطول من اللي حولك فتفقدين أسنانك قبلهم. هذا تأويل يذكر. كمان سقوط سن معين تعبان أو فيه مشاكل في الحلم قد يعني التخلص من هم أو مشكلة كانت تضايقك. ممكن يدل على سداد دين أو خروج من أزمة. يمكن يكون تحرر من قيد أو شخص مؤذي في حياتك السن يطيح تتخلصين منه. الرسالة الروحية ممكن تكون دعوة لإعادة تقييم أولوياتك أو التخلي عن أشياء ما عادت تخدمك. فالحلم دعوة للتفكر أكثر من كونه نذير شؤم. في النهاية عزيزتي، تفسير حلم سقوط الأسنان يعتمد وايد على التفاصيل. هل طاحت كلها ولا واحد؟ الأمامية ولا الخلفية؟ هل كان فيه دم؟ هل حسيتي بألم؟ وين طاحت؟
في إيدك ولا على الأرض. كل هذه الأمور تفرق في المعنى. لا تستعجلين بالخوف، وفكري في حالتك النفسية والروحية. خذي الحلم كرسالة لتحسين حياتك أو للتنبيه لأمر تحتاجين تتعاملين معه. وهنا في رسائل المنام دائما نبحث معك عن المعاني الأعمق. شاركينا بتعليق عن تجربتك مع هذا الحلم. وإذا عجبك الفيديو لا تنسين اللايك والمشاركة.